ليب جلوس فور ايفر على رأي اسماء جلال. لا بهزر اكيد. بالنسبه لي التكنيكال اناليسز، انا شخص بيقدس التكنيكال اناليسز. وهوريك دلوقتي ليه. لان حتى الجزء الفاندامنتال اللي احنا نقدر نكون بنحلله او بنستخدم الرادار بتاعنا اللي هو السكرينر. حتى في الجزء الفاندامنتال يعني احنا هنا اوريدي عندنا في السكرينر عندنا اجزاء كتير، عندنا كمان غير الجزء التكنيكال اللي هو خانه واحده اصلا من الاناليسز. عندنا جزء ليه علاقه بالفاينانشالز، الفالويشن، الجروث، المارجن، الدايفيدنس. عندنا نقدر نكون بنسلكت السيكتور، الاناليست ريتنج عامل ازاي، اللي هو الاناليستس اللي موجودين على تريدنج فيو الريتنج بتاعهم للستوكس دي عامله ازاي. فيجيب لنا مثلا احنا عايزين الحاجه اللي عليها سترونج باي او باي مثلا. نقدر نكون بنشوف الريفينيو جروث، نشوف نسبه الجروث في الشركه دي والمقدار بتاع التطور بتاعها عامل ازاي. نقدر نكون بنحلل حتى باشكال الشموع، يعني دي ادق حاجه. فانا بشوف ان كل حاجه موجوده اوريدي نقدر نكون بنشوفها يوزنج التكنيكال اناليسيز. زي بالظبط كأن في حد رايح يعمل اشعه او تحاليل في اي حاجه الشخص ده بيعملها، اي تصرف هو بيعمله فيزيكلي هو بيرفلكت في الداتا، يعني هو بيظهر في الداتا سواء في التحاليل بتاعته او في الاشعه بتاعته. فهي نفس الفكره بالنسبه لي بالنسبه للتكنيكال اناليسيز. لو حد مش عارف يكون بيقيس حاجه معينه فهي المشكله في النولج بتاعته هو، او في دقه الانديكيتورز اللي هو بيستخدمها. لان ستيل اي انديكيتور قوته معتمده على الكود اللي هو معمول عليه. يعني اوريدي في انديكيتورز مثلا ممكن يبقى اتنين بيقيسوا نفس الحاجه ولكن واحد فيهم دقيق جدا وبيجيب الاشاره مظبوطه جدا، وواحد تاني بيجيب الريزلتس زي الزفت. الفكره كلها في الكود نفسه مكتوب ازاي. كانك جايب جهازين، كل جهاز منهم بيعمل حاجه، بيعمل نفس الحاجه، ولكن واحد فيهم سريع قوي وبيشتغل ويكمل لفتره طويله، وواحد تاني اوريدي ممكن يبوظ من تاني يوم صيني من الاخر. اوكي. فالفكره كلها عشان نقدر نحدد دقه الانديكيتور، الموضوع كله معتمد على الباك تيستنج.